يلي بيطبخ لك سجقات لا تفرط فيه للممات. من اليوم وطالع ما بدي اسمع وحده عم تقلي الاكله صعبه ما بنقدر نطبخها، بدها كيمياء، بدها شغل. اسهل من هيك ما حتلاقوا. صورت لكم طريقه من الالف للياء. بالبدايه السجقات بنجيبها مملحه جاهزه، يعني شو تقبريني نظيفه، ما بدك تضلي ساعتين ثلاثه عم تنظفي وتقشطي دهن وتعذبي حالك. متوفره عند كل محلات العرب والاتراك بهالشكل هاد. جبتها بنغسلها كتير كتير منيح بالملح، طبعا ما إلها ريحه. طريقه تنظيفها كتير سهله. بعد ما بنجيبهم بنفتحهم وحده وحده ونفوت بقلبهم مي لحتى نتاكد انه فتحت، لانها بتكون مجففه بالملح، فبنغسلها كتير منيح. واهم خطوه بالسجقات انه نقلبها. فكيف بدنا نقلبها؟ بدنا نعرف انه الوش الاملس يكون من برا، والطبقه اللي بيكون فيها شويه دهن هي بتكون من جوا. هلا مشان ما اكون عم بالغ بدها وقفه وشغل، بس ما أنا صعبه، بس ايه بدها وقت وشغل. بعد ما تاكدت انه كل السجقات او الفوارغ تفتحوا بالمي، شوفوا بهالشكل هذا بقلبهم. بمسك طرفها وبصير فوت بقلبها قلب. كيف بدي اشرح لكم؟ مثل ما موضح بالفيديو، شوي شوي تحت المي، وقلبتها كتير سهله. قلبوها كلياتها، وبعدين وقت الحشي بترجعوا بتقلبوها وانتم عم تحشوا ليطلع الوش الاملس من برا، والطبق مثل ما حكينا فيها دهن من جوا. هيك بنكون تاكدنا ان السجقات نظيفه تمام التمام. حطوا لها عصره ليمون واتركوه على جنب. لتحضير الحشوه اللي عندي كانوا تقريبا 40 متر، فاستخدمت 3 كاسات رز قصير مغسول ومنقوع. حطيت نص كيلو لحمه، طبعا اللحمه على ذوقكم، ممكن تحطوا دهنه زيت نباتي وشويه بهارات، البهارات على مزاجكم، وشويه ثوم. بس بدها شويه بهارات بتحب يعني هيك البهارات اللي طعمتها رايقه، ما تحطوا مثلا نكهات غريبه، بهار كبسه مثلا او كركم او هيك قصص، لا بهارات عاديه، ملح، فلفل اسود، شويه عصفر، شويه كمون، عشان ما نتخانق. مرحله الحشي اللي كثير بيقولوا لي انها صعبه، والله اسهل منها ما في، لدرجه هالاكله انا بطبخها بالشهر مرتين او ثلاثه. بس صراحه بالكفوف كثير عذبوني، فاضطريت اشلحهم، سامحوني. كبيت الكفوف على جنب وحشيتهم بايدي اسرع واسهل، وهي الكميه كلها ما بتاخذ منكم اقل من 40 دقيقه، خصوصا اذا كنتم متمكنين مثل ما موضح بالفيديو. بس رغم هيك جبت طريقه كتير سهله للصبايا المبتدئين. هي القطعه بتيجي مع الكبه او اي ما عندك اياه، او حفاره الكوسه. فالشكل هذا مثل ما موضح، بتفوتي السجقاي بسرعه وبتحطي الحشوه وبتمرقيها شوي شوي. اسهل من هيك طريقه للحشي ما ضل. فما الك حجه عزيزتي، من بكره بتجيبي هالسجقات وبتطبخيها انت قبريني. والسر الصراحه لتمشي معكم الحشوه بهالسهوله هي، تكون الحشوه عم تلمع، يعني مكترين لزيت ودسمة تقيل. هذا الشيء بيسهل كتير مرور الحشوه بالفوارغ بشكل طولي. وكمان ممكن نضيفه حمص، في كتير ناس بتحب الحمص، بس انا الصراحه ما بحط الله لانه اولادي ما بيحبوها، بنحبها بهالطريقه هاي. كمان ممكن نضيفه دبس بندوره. في كتير طرق لطبخ السجقات، بس انا هي الطريقه المعتمدتها من زمان ونحن هيك بنحبها. وطبعا ممكن بالنهايه تقلوها بسمنه او زيت، كمان ما بيأثر، او تشوها بالفرن. بس انا عم احكي لكم الصراحه عن طريقتي هي. ولنحصل على مرقه بيضه بيضه تكون مرتبه، بنغسلهم تحت المي. بعد الحشي بتعرفوا مثلا ايدينا عليهم بهارات او شيء. واول مره حطيت لهم شويه ليمون، تركتهم يغلوا فوره واحده وكبيت المي، وهي مي جديده ها اللي شايفينها. وحطيت للمنكهات بصله، هيل، ورق غار، عود قرفة، مثل ما شايفين الشغلات المنكهات البهارات الصحيحة. بعد تقريبا مرور ساعة ونص حصلنا على هالنتيجة. بتاخد تقريبا وقت 2.5 بالطنجرة العادية، بينما بطنجرة الضغط ساعة واحدة بيكون رايح نيفة على الآخر ومستوية وبتجنن. فأنا بنصحكم إما تستخدموا الطنجرة الضغط أو الطنجرة الكهربائية النيجة، كمان بتاخد نص ساعة. بس أنا كان عندي الكمية كبيرة فما وسعت طنجرتي تبع الضغط، استخدمت هي وأخذت معي وقت 2.5، طلعت بتجنن. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من اللايك، واعملوا سيف وشير للوصفة، لأنه كتير تعبت وأنا عم صور لكم الخطوات. وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منها، وصحة وهنا سلفا. وبس طبختوه اعملوا لي تاج لشاركها عندي على الستوري. سلام.